بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى الآن أصداء الهزيمة من باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي أو انتر كونتيننتال، وعدم مقابلة ريال مدريد في النهائي كان حلم براوة كل الأهلاوية. ولكن قدر الله ما شاء فعل، خرج النادي الأهلي دور قبل النهائي، ضيع فرصة كبيرة جدا بغباء كولر. يعني احنا النهارده عشان نيجي نتكلم في كرة قدم، بغباء كولر أضاع النادي الأهلي فرصة تاريخية للوصول للنهائي أو كأس العالم للأندية أو كأس القارات للأندية بنظامها الجديد، وأضاع فرصة كبيرة جدا، وهو كولر المسؤول الأول والأخير عن ضياع هذه الفرصة. نقول أخبار سريعة كده عن النادي الأهلي النهاردة، وهو الاستقرار بشكل نهائي على رحيل كريم نيدفيد، وعلى رحيل السولية، وعلى رحيل الساعي، وعلى رحيل تاو ورضا سليم وعلي معلول ويوسف أيمن. ولكن عندنا بقى في هنا نقطة نتكلم فيها بس، وهي عدم إعطاء فرصة حقيقية لعمر الساعي حتى يثبت نفسه مع النادي الأهلي. والنهاردة ما نتكلمش عن الاستغناء عن عمر الساعي أو إن إحنا نطلعه إعارة. مين المسؤول؟ كولر. يعني النهارده لما جه النهارده نتكلم واقول لك ان احسن لاعب في مصر هو كولر، يبقى انت النهارده الطبيعي والواقعي ان انت تديله فرصه عشان تحكم عليه. مش هينطبق الكلام ده على واحد زي يوسف ايمن، لان مقومات المدافع تختلف كتير جدا عن مقومات نقول النهارده نقول وسط الملعب او المهاجم. اما النهارده فكره الاستغناء عن عمر الساعي فكره سيئه جدا يا جماعه. يعني النهارده لما نيجي نتكلم نقول استغناء عن عمر الساعي، لا، كلام غير منطقي بالمره. اما الاستغناء عن رضا سليم منطقي، عن تاو منطقي، عن السوليه وعدم تجديده او تجديده لمده موسم واحد منطقي، كريم نيدفيد منطقي، يوسف ايمن منطقي، ولكن ومعلول بقى اللي مش منطقي. يعني عشان نيجي النهارده نقول يوسف ايمن، عمر الساعي وعلي معلول هما الاثنين فقط، الاثنين الوحيدين اللي يستطيعوا ان هم ياخدوا مع النادي الاهلي بتاريخ كبير جدا عملوا علي معلول، بتاريخ المفروض انه هيعمله عمر الساعي. ولكن كولر مش عايز يديله الفرصه دي ليه، ما حدش عارف. ولكن في اعتقادنا الشخصي ان التفكير في بيع او الاستغناء او اعاره عمر الساعي مشكله كبيره جدا، وده اللي لازم يتدخل فيه لجنه الكره في نادي الاهلي. النهارده يا جماعه واحد زي علي معلول، هتيجي تقول لي النهارده الباك الشمال علي معلول رجوعه من اصابه وجاب يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله لا يفقه شيء عن كره القدم في الجبهه اليسرى مع النادي الاهلي، ومن ثم فلا بد الاستغناء عن يحيى عطيه الله وتجديد عقد علي معلول علشان يديك سنه يديك اتنين، زي ما شفنا قبل كده الباكات الشمال حسين عبد الغني في الدوري السعودي، عندك يعني روبرتو كارلوس وكان بيلعب وهو سنه كبير. فتيجي النهارده تقول لي اصل علي معلول كبر وما يقدرش يأدي. طب انت جبت مين عشان يقدر يأدي؟ هل النهارده علامات استفهام كبيره جدا عن عدم اعطاء فرصه لكريم الدبيس النهارده الباك الشمال مع النادي الاهلي، وان انت تلعب في الباك الشمال خالد عبد الفتاح، تلعب عمر كمال عبد الواحد، تلعب كريم، يعني بتتكلم في اسمه ايه اللي قبل ما يتصاب، يعني كريم فؤاد. فانت النهارده عندك مشكله كبيره جدا. كولر هو اللي عامل مشكله يا جماعه. يعني يمكن فكره الاستغناء عن كولر الفتره الحاليه بدات تراود بعض من جماهير الاهلي وبعض قرارات او بعض الناس في مجلس الاداره، وهو ان هو ضيع على النادي الاهلي مبلغ لا يقل عن 200 مليون جنيه في مباراه كانت في المتناول. عشان نيجي نقول النهارده لا، المباراه كانت في المتناول، وغباء كولر هو النهارده اللي ساعد في الموضوع. يطلع حد يقول لك اصل كان ترتيب الناس وهي بتشوط ضربات الجزاء. طب والكره بتاعت الانفراد اللي ضيعها، هل كهربا يستطيع ان هو يبقى مهاجم نادي الاهلي؟ لا يستطيع. طيب عشان نقول بس ايه، يعني نتكلم يعني موضوع غريب جدا. يعني كولر انا شايف ان هو يمكن بتفاهاته الغريبه جدا في ارض الملعب واللي بتحصل بقالها فتره بيكتب نهايته مع النادي الاهلي يعني. طيب النهارده بنقول برضو عن يمكن نشوف مباراة يعني شباب بلوزداد والاستعداد ليها. الأهلي طبعا الماتش يوم 21 تقريبا، يعني المباراة مش بعيد. ولكن حتى الآن يعني لم يتم من مجلس الإدارة الاستقرار على شكل التعاقدات اللي جاية، الاستمرار على شكل لعيبه بنسبه كبيره جدا اللي هتغادر، الاستمرار على مين اللي هيجي في كاس عالم انديه القادم بنظام الاعاره الاستثنائيه، وموضوع تريزيجيه، هل تريزيجيه هينفع يلعب في كاس العالم انديه؟ وان هو لعب مع الفريق التركي ولعب مع فريق الريان ولسه هيلعب مع الاهلي، هل هينفع ان هو يشارك مع النادي الاهلي؟ محدش عارف لحد دلوقتي. طيب الكلام مع حكيم زياش المغربي، وهو عامل مشاكل كبيره جدا مع جلطة السراي حاليا، بيقولوا من اجل التعاقد او اتمام التعاقد مع نادي الاهلي.
يعني كلام محترم، كلام محترم. كريم زي حكيم زياش يا جماعة لاعب عالي جدًا، أنا شايفه من أحسن الأجنحة حتى وإن كبر مستواه حاليًا أو كبر سنه، ولكن يبقى من أحسن الأجنحة اليمين على مستوى يمكن العالم، مش هنقول القارة الإفريقية. يعني كلام يعني بيتقال ومش عارفين إيه اللي هيحصل، ولكن غباء كولر يا جماعة هو عنوان هزيمة نادي الأهلي من باتشوكا المكسيكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.